السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. اليوم رجعت لكم فيديو جديد، غادي نحضر معكم البصاره. بما انه دابا وقت البرد كنحتاجوا لهاد القطنيات لانهم كيفيدونا في صحتنا ومع البرد كيسخنوا. وغنحضر معكم كذلك واحد الخبز اللي كيجي خفيف بزاف وما فيهش اللبابه نهائيا. وكما كنعرفوا حنا المغاربه اي حاجه كناكلها بالخبز، ما يمكنش لينا ناكلوا شي حاجه بلا خبز. وهذا الخبز بما ان القطنيات شويه كيكونوا ثقال، هذا الخبز مع خفيف ما فيش اللبابه، ما كيتقلش علينا نهائيا وكيجي لذيذ بزاف ويمكن لينا نستعملوه في بزاف ديال الحاجات. يمكن لينا كذلك نديروا به ساندويتشات ولا شاورما ولا اي حاجه فضلناها. ودابا ندوزو لطرق المكونات. بالنسبه للمكونات عندي هنايا جوج زلايف ديال الطحين، الدقيق الابيض، وعندي غنضيف لهم زلافه ديال الفينو. غادي نضيف لهم معلقه صغيره ديال الملح. بالنسبه للملح راه كيبقى دائما على حسب الذوق. غنضيف كذلك جوج ملاعق صغار ديال خميره حبيبات. يمكن لكم تضيفوا غير معلقه كبيره وحده كافيه. هنايا غادي نضيف الماء دافي، ضروري العجينه تعجن بالماء دافي بما انه بدا شويه البرد دابا. صافي غادي نبدا نجمع هكذا العجينه هكذا غير بيديا. يمكن لكم تعجنوا بالعجانه الا بغيتو بحال غير هي العجينه ضروري خصنا ندلكوها شويه باش كتجي لينا، باش كيجينا داك الخبز كينتفخ. الا ما عجننا الا ما دلكناش ما كيجيش لنا الخبز مزيان. صافي هنا بعد ما دلكت العجينه مزيان هاني غندوز مباشره غادي نبدا نشكل الكويرات. كما كيبان لكم راه العجينه مطاطيه مدلوكه راه كتجبد غير بوحدها. غادي ندير هاد الكويرات يكونوا متساويين ولو انني ما وزنتهمش، ولكن راه درتهم عيني ميزاني. بعد ما غادي نكملهم غادي نوضعهم في شي بلاطو باش غادي نبدا نقرص. وبالنسبه للتقريصه غادي ندير نخلط شويه ديال الدقيق ديال الفينو مع شويه ديال الدقيق الابيض كما كيبان لكم بحال على هذا الشكل كنخلطهم مزيان. صافي بعد ما وضعتهم في هذا البلاطو غنبدا نقرص. كما كيبان لكم راه رقيقه، ضروري نضربوا هذيك الكويره نبسطوها مزيان او نقرصوها مزيان حتى كتبدا لينا رقيقه، لان هذاك هو السر اللي ملي كندير نبداو نطيبو كتنفخ باش ما كتبقاش ديك اللبابه في هكذا في الوسط. غير ضربوها مزيان ما تخافوش منها، تكون رقيقه بزاف بزاف. يمكن لكم تستعملوا المدلك الا بغيتو، غير انا كنفضل هكذا نديرهم بهذه الطريقه. حنايا هاد البطبوط او في الدار كان يسموه الدراري كيقول لي خبز الميمه. ملي كانوا صغار كانت الوالده مسكينه كدير هكذا البطبوط وصافي. دابا معروف خبز الا قلتي لي بطبوط ما عادش عارفه، كاين قلتي خبز الميمه يقول لك واو خبز الميمه. ملي كانت مسكينه حتى هي كتقدر دير، مادام مابقاش كتقدر دير والو. غادي نستمر واللي قرصت هكذا كنوضعها في منديل وكنغطيها حتى كنكمل هاد البطيبيطات كلهم. صافي وكنغطيهم مزيان وكنخليهم حتى كيخمروا على خاطرهم. تقريبا واحد ساعه كنخليهم حتى كيخمروا. كما كيبان لكم راه مقادين، راه وحده ما فايته خصها. غادي نغطيهم بواحد المنديل ونعاود نغطيهم بشي حاجه تكون سخونه باش يخمروا، لان كما كنعرفوا دابا بدا البرد. دابا غندوز نحضر معكم البصاره. هنايا باش نحضر البصاره عندي زلافه ديال الفول وعندي نصف جلافه ديال الجلبانه هكذا جافه. يمكن لكم تستغناو عليها الا ما كتبغوش الجلبانه ما ديروهاش، ديروا غير الفول. وبالنسبه للكميه كتبقى اختياري، يمكن لكم ديروا اكثر من هذه الكميه درت انايا. هنايا غادي نوضعهم في هكذا في واحد الاناء وغادي نبدا نغسلهم مزيان حتى كيتحيد منهم داك النشا اللي فيهم. كما كيبان لكم ملي ضفت لهم الماء هكذا راه ولا لينا الماء ابيض. غادي نبدا هكذا نغسلها ونعاودها حتى كيتقطع منها داك النشا باش كتجينا حتى في الهضم كتجينا خفيفه، ما كيكونش داك النشا مثقل عليها. من بعد ما غسلتها غادي نصفيها في واحد الاناء. وهنا غنجيب واحد الطنجره فاش غادي نحضر هكذا البصاره وغادي نوضع فيها هاد المكونات اللي غادي نضيف لهم تقريبا واحد 4 ديال الفصوص ديال الثوم. وغادي نضيف لهم كذلك
واحد هكذا ربيع ديال البصله حمراء. هكذا هاد البصله كتجي لذيذه بزاف، كتجينا في لا في الشوربه ولا في اي حاجه، كتجي صراحه كتجي لذيذه هاد البصله. صافي من بعد غادي نضيف تقريبا معلقه هكذا صغيره ديال التوابل. انا عندي هنا المروزيه، صراحه كتعطي واحد المذاق رائع بزاف، كتجي زوينه فيها بزاف المروزيه الا درنا فيها هكذا، كتهرس لينا ديك المروره ديال الفول. هنايا غادي نضيف تقريبا واحد 4 المعالق ديال زيت الزيتون، والملح اللي كيبقى على حسب الذوق. هني غادي نضيف هكذا الماء سخون او الماء يكون طايب. كنضيف هكذا الماء طايب غير باش دغيا كتبدا طيب لينا هكذا. دغيا كطيب لينا البصاره. من الاحسن ما نديروش الماء بارد. صافي غنغطيه الطنجره وغنديرها طيب. يعني غادي ندوز نطيب او ماشي نحضر غادي ندوز نطيب الخبز. كما كيبان لكم راه كيجي منفوخ. او غادي نحل معكم وحده ولو سخونه بزاف، ولكن غادي نصبر غير باش نوريكم كي داير هكذا من الداخل. كما كيبان لكم راه ما فيش اللبابه نهائيا. باش زوين كما قلت لكم هذا الخبز راه يمكن لينا هكذا نديرو فيه شاورما، نديروه بساندويتشات، كيجي في كل شيء، كيجي خفيف بزاف، كيجي مغاير على البطبوط العادي. البطبوط مثلا اللي كناكلوه هكذا بزيت الزيتون، مسقي بزيت الزيتون ولا بالزبده، كيبغي يكون شويه فيه اللبابه وكيبي يكون غليظ صراحه. ولكن هذا بالنسبه لهكذا ناكلوه هكذا مع البصاره كيجي زوين. صافي هنايا بعد ما البصاره طابت ضروري زيت الزيتون، لان هاد البصاره هي وزيت الزيتون والكمون هاد الثلاثي هادو ما كيتفارقوش، ضروري يكونوا مع بعضياتهم، لان زيت الزيتون كيضيف لها واحد الرائحه مع الكمون. وكذلك الكمون السر ديالو كنضيفوه ليها كيعطي واحد الذوق في نفس الوقت. ما كتكون سهله في الهضم، ما كتثقلش علينا، كيعاونها الكمون مزيان، على المعده ما كتجيش ثقيله زعما كيعاونها ما كتجيش ثقيله. صافي الخبز كما كيبان لكم بعد ما طاب راه غادي نرافقوا مع البصاره تاعنا. كنتمنى تكون عجبتكم هاد الطريقه ديالي ديال البطبوط، وكذلك هاد الطريقه ديالي باش حضرت البصاره. وما تساونيش من اللايك ديالكم ومن التعاليق الزوينه ديالكم اللي كتعاونني وكتساعدني وكتحفزني باش نستمر. وكنقول للناس المشترك الجدد مرحبا بكم في القناه ديالي، والناس كذلك اللي هكذا شافوا القناه ديالي بصدفه يشتركوا ويفعلوا زر الجرس باش يتصلوا دائما بالجديد. وكنقول لكم شكرا بزاف، والى فيديو قادم ان شاء الله، وبسلامه عليكم.